دادي لا يحتاج إلى تعريف. الله يحفظكم دكتور، حسن ظنك. أساتذة الأعزاء في كلية الإمام الكاظم، راح أوجه لك إنذار أصفر الآن. وراها طردة، حتى رئيس قسم طردة. بسم الله وعلى بركة الله والحمد لله. أهلا وسهلا السيد رئيس اللجنة المحترم، السادة أعضاء اللجنة المحترمون، السادة الحضور، السيد رئيس القسم المحترم، الطالب الباحث النجيب أستاذ خالد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ورمضان مبارك على الجميع. حقيقة اللي أسعدني في موضوع الرسالة هو رجوعك إلى مصادر أساتذتك في الاقتباسات العلمية، يعني رجوعك إلى كتب أساتذتك، هذا يدل على أنك طالب نجيب تهتم بالدرس وتهتم بالعلم. يعني رجوعك إلى مؤلفاتي وإلى مؤلفات أستاذك وإلى مؤلفات باقي الأخوة الزملاء، هذا أمر حقيقة يسعدنا ويغبطنا، وهذا دليل على أنه أنت حقيقة متابع لهذه المواضيع. طبعا جهدك رائع، عملك جدا يعني استهواني. رسالة قرأتها بتعمق وعدتها وسجلت ملاحظاتي عليها. كل ما نتحدث به هنا هو ملاحظات تقييمية وتقويمية، وهي عبارة عن هدايا يعطيها الأساتذة إلى الطالب. ليس الهدف من المناقشة إلا هو التقييم وتقويم الرسالة العلمية. كنا طلبة وأصبحنا أساتذة، وأنتم الآن طلبة وستصبحون أساتذة في المستقبل. وأعتقد تتذكرون كلامي في الدراسات العليا أن واجبي كأستاذ هو صقل ونحت الطالب لإعداده حتى يأخذ مكاننا حينما نخرج إلى التقاعد أو نذهب إلى الدار الآخرة، تأخذون مواقعنا وتكملون رسائلنا. آمين. نبدأ بالمرحلة، صفحة رابعة شيخ خالد، صفحة رقم 4، مقدمة. آمين بوجودكم للجميع إن شاء الله دكتور. حضرتك كاتب مستخدم أسلوب السرد بدل أسلوب التنقيط، تمام؟ يعني أسلوب التنقيط عادة هو المعتمد أكاديميا، يعني تذكر مشكلة البحث، أهمية البحث، كذا. السرد ماكو مشكلة، بس التنقيط أكثر أكاديمية، يعني هاي إلك تنقيط أكثر أكاديمية. حتى إحنا من نقرأ كأساتذة هذا الموضوع طبيعي، يعني الخلفية اللي باني عليها منهجيتك نعرفها، لكن القارئ الخارجي من تنطبع كتاب يستصعب عليه هذا الموضوع. فالتنقيط مهم حتى رسالة تكتمل. شايف مولانا؟ هذا سجلوه يمكم حبيبي. بالنسبة للصفحة 5 يا جناب الشيخ، يعني هاي كل فصل أو كل هاي كاتب لك فد ورقة ورقة ونص، هذا تمهيد، يعني مثل مقدمة للفصل سموه توطئة، تمهيد، حتى أفتح من ضمن الأشياء ممنون، حلت البركة، ما يخالف، سموه حتى نعرف. كل القضايا الفنية أنا مأشرك إياها يا شيخ خالد، الطباعية والكذا اللي أشرت إلها. سريعا ما أخذ من وقت اللجنة ولا من وقتكم. في صفحة 20، في صفحة 20 من صفحة 19 مشتغل على منهج التأثير والتأثر، صحيح؟ أنا عندي مجموعة أسئلة على هذا الشيء، أرجو أن تتحملني يعني. لا العفو، تميزون بين التأثير والتأثر؟ ممكن توضح لي التمييز بين تميزون؟ يعني التأثير والتأثر واحد، لو اختلاف بيناتهم، لو أنت ماخذ من باب الاستعارة، يعني التأثير والتأثر هو واحد عندك وأنت من باب الاستعارة خاله، كأنما مترادفات لفظية. لو أكو فرق بين التأثر والتأثير، التأثير والتأثر هو كلامك يعني هذا. أي زين. وشنو هذا كلامك؟ لو منهج هو كلامه يعني كلام منهج يعني منهج التمام. جيد. سؤال: هل يوجد في الإسلام كدين فلسفة؟ هل يوجد في الإسلام كدين فلسفة؟ لا. بعد مين جايب هذا الحكي؟ شنو الحكي؟ أنا أقول لك مين جايب الحكي. تقول: وكان الهدف من وراء منهج الأثر والتأثر والاستدلال على عدم أصالة الدين بأصوله وفروعه في التوحيد بناء على التصور. صفحة دكتور. صفحة 20 دكتور. تكون أصوله يهودية والتصوف
أسسوه هندية وفارسية والفلسفة يونانية، وهكذا غدا الفقه الإسلامي عندهم نسخة من القانون الروماني. والسؤال هنا يا شيخ خالد، هذا نص باب خدمتكم، أنت اليوم هنا الفلسفة الإسلامية بنيت عليها أسس. الأسس العقلية. هي شنو هي؟ من مؤسسها؟ اليونان. اليونان. تمام لولا؟ يعني الكندي والمعلم الأول، المعلم الثاني، والشيخ الرئيس، ووصولا إلى فلاسفة القرن العشرين، كل اللي اشتغلوا بناء على المنطق الصوري اللي أسسها المعلم الأول. تمام. والمدارس اللي عندنا حتى المدارس الحديثة اللي تأسست هي أما مثالية تبنى على أفلاطون، أو واقعية عقلية تبنى على اليمن على أرسطو مشائية، اللي دمج بيناتهم صدر المتألهين رحمه الله بما أخرجه من الحكمة المتعالية، معروفة وجنابكم دارسيها. فهنا أنا من أجي أجرد الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي من نظرية التأثير والتأثر، تجدها صحيحة؟ يعني الإسلام كفكر ما متأثر، أنا ما أقول كدين حتى لا ندخل بجدلية التأثر بالدين كأساس وحياني، لا أقصد الفكر. الفكر طبعا يتأثر. شو غير تكتب؟ شنو يكتب؟ غير تكتب إنه هذا التأثر، أنه الفكر الإسلامي متأثر تأثرا كبيرا بمن سبقه. هو اصلا منظومه الفكر هي عباره عن اثر وتاثر، ما مختلفين عليه، لكن الشريعه غير متاثره. لا شلون؟ الشريعه تتاثر؟ طبعا انا اقول لك وين. شلون؟ ارجع لكتاب دكتور احمد البهادلي اصول الفقه. في كتاب دكتور احمد البهادلي بالجزء الثالث عنده بالمناقشه لاصول السنه اللي وضعها الامام الشافعي، وضع قاعده اسمها شرع من قبلنا. شنو شرع من قبلنا؟ من يجي يشرحها وترجع الى اصول، طبعا بالمناسبه احنا ندري ان الشافعي هو اول من اسس الاصول، بعدين نحل عليه باقي علماء المسلمين بكل طوائفهم. شرع من قبلنا انه هنالك تشريعات سابقه قبلنا الاسلام امضاها. احنا نعرف انه التكاليف عندنا شلون نوعيتين، عندنا نوعيه توقيفيه وعندنا نوعيه امضائيه. التوقيفي اللي الله امر به، قال الصلاه اريدها هيك، اصل الصلاه شنو؟ مطلق الدعاء. الحج اريده بهاي الطريقه، اصل الحج شنو؟ مطلق القصد. الزكاه اريده بهاي الطريقه، اصل الزكاه شنو؟ مطلق النمط. هاي توقيفيه ما حد يناقش بيها. واكو امضائيه مثل البيع. البيع امضائي موجود كان سابقا، تمام ولا لا؟ طريقه البيع، نمط البيع، المزارعه، المساقات، المقايضه، المبادله، اكو شغلات الله حرمها، مثل احل الله البيع وحرم الربا. هذا كله نظريه تاثير ومؤثر ايجابي، انت كله رافضه هذا. لا دكتور، انت تتكلم عن نظريه الاثر والتاثير، اذا كان الاسلام متاثر بالشرع السابق بلا شك. لا بس اسمح لي دكتور، كفكر انا بس هذا اقوله. اي تفضل. ان رسول الله صلى الله عليه واله الفكر اللي عفوا الشريعه اللي اجت من الله سبحانه وتعالى شريعه خاصه بالاسلام، لكن اثرها وتاثيرها الخارجي مو هو اللي جعل رسول الله صارت ممثل. لا انت حاكي، انت شيخنا انت حاكي هنا كفكر، ما حاكي كدين. انا احكي لك كفكر مو كدين، وياي؟ يعني انا هسه من اجي اني اقراهن وهذه اللي وراها صفحه 21، شايف شلون؟ يعني انت هنا تنفي انه النبي محمد ما ماخذ من الاديان السابقه، فشو مسوي؟ شو مسوي؟ انه النبي نافي السفر عن النبي، وانه النبي ما مسافر، وانه كذا الى اخره، حتى تريد تدفع عن النبوه، عن نبوه النبي محمد كل شبهه عن الاثر والتاثير. هاي صفحه 21 تمام؟ لا مو هيك، مو هيك. انا اقول لك شيء بالمفصل بتاريخ العرب قبل الاسلام للمرحوم جواد علي يذكر سفرات النبي كثير السفر لين تاجر، وياي؟ لا يعيب النبوة، مثل ما أنت مأشر في حالة لطيفة أنه السلطة الزمنية هي مو جزء من النبوة، وإنما النبي هو سواها، مو جزء من النبوة. يعني الله ما قال له روح سوي دولة، وياي؟ فأنت هنا من تجي النبي مسافر، لا يعيب النبوة أنه يعلم الديانات السابقة، ولا يعيب النبوة أنه يعلم اللغات، ولا يعيب النبوة زين أنه يسافر ويتاجر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وبشر مثلنا. حتى السنة في مبدأ العصمة، في النقاش في العصمة من الناقش، أنا جايب الكاد طبعا بعدين راح أعطيك رأي المفيد شنو بالعصمة اللي درست لكم إياها تتذكرون، وأعطيك رأي السنة. السنة في العصمة لديهم رأي، يعتقدون ويعتبرون، طبعا نفس الحجة عندنا أن قوله وتقريره وأفعاله للنبي هي شنو حجة، لكن وين؟ في الحياة العامة لو في التبليغ؟ في التبليغ احنا غير. الإمامية تقول قوله وفعله وكلامه كل حجة، وين؟ سوى شال قلاص الماء يشربه
زين، او غسل ايده وياي. هاي اصول الطوسي بالمبسوط. وانا مؤصل على الكلام. مبنون وياك. هاي اصول الطوسي بالمبسوط. بالمبسوط بالجزء الثالث من يتحدث عن السنه وحجيه السنه، يتحدث بهذا الموضوع. شايف؟ فهنا احنا من نجي ما ممكن ندفع عن النبوه انه ما مسافر وما يعرف لغات. لا، مو صحيح. يعني مرتضى مطهري الله يرحمه من سوى كتابه دفاعا عن النبوه وانه النبي امي ما يعرف يقرا ويكتب، حتى يدفع عن النبي شنو؟ شبهه كتابه القران وانه ما كتبه. وياي كان غير موفق. كان غير موفق في طرحه. ما يعيب النبوه القراءه والكتابه، ولا يعيب النبوه كثره الاسفار، ولا يعيب النبوه العلم بالاشياء، ولا يعيب النبوه العلم بفنون الحرب والقتال والتجاره. هنا انا تفضل. انا قصدي بان النبوه حتى اذا كانت علمت بالاشياء، هذا العلم اللي عند رسول الله صلى الله عليه واله ما صدر من عند التشريع بعلمه. احنا هذا منتهي من عنده. هو هذا اقول. لا بس اسمح لي تفضل دكتور. العفو. تفضل. وقصد خالد اي مسألة بشرية النبي، بالي واضح والله. ما يريد يعني، هو مخالف لهذا الشيء، انه يدافع عن قضية انه عدم بشرية النبي في هذا الجانب، في الجانب الوحي، في الجانب التشريعي ما مختلفين. نعم، السنه والشيعه متفقون في جانب التشريع. وضحت فكرة دكتور. وضحت فكره بالي. هسه هاي بالنسبه للموضوع التهنئه صفحه 20 بعد نص ساعه وعندك هواي يعني. وانا اتشلب. ايه شلب راحته وين ما صفحه 22 شيخي. متحدث المنهج الفيلولوجي والمنهج الانثروبولوجي والمنهج السوسيولوجي. الفيلولوجيا كفقه لغه، كعلم دراسه اللغه من المصادر. هنا احنا عندنا قاعده اسسها دي سوسير، جيد، اللغوي الفرنسي المعروف. من تجي بالفيلولوجيا تريد هنا تتحدث عن فقه اللغه. القران كان شفوي لو مكتوب؟ اول ما نزل شفوي مكتوب. شلون شفوي شلون مكتوب؟ نزل على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سهل، مو النزول. احنا بدنا نناقش فكره النزول. النزول هذا منتهي من عنده الى اوضاع ما جاب الواح دكتور، جاب الواح مكتوب عند النبي. لا الشفويه هي موجوده عند شلون النقله الشفويه الى كتابه؟ في اي عهد؟ تدوين قصدك دكتور؟ بالي في اي عهد؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو زين ليش عثمان وحد الكتب بكتاب واحد وحرق الباقيات اذا كانت موجوده بعهد النبي؟ وانت قاعد تقول حرق الباقيات. وانا كلامي ليش حرق الباقيات اذا كانت موجوده؟ هسه هذا حرق الموضوع ووجود الموضوع، سؤالك كان موجود لو موجود؟ اي موجود. وين دليلك؟ انت قاعد تقول لا انا حرقهن. شنو ايش حرق هو؟ ايش حرق؟ دكتور ايش حرق؟ لا حرق صحيح. حرق طبعا لتوحيدها في كتاب واحد. اي لا ما حرق الكتب. لا لحظه، لا دكتور ابد ما حرق الكتب دكتور. مو قضيه حرق. لا يعني هذا الموضوع يناقشه محمد عابد الجابر. بالي رحمه الله. مسألة التدوين اي واللحظه السياسيه للتدوين حتى تكون وفق ايديولوجيه الدوله. احسنتم. زين صفحه 45. انت هنا وقعت باشكاليه. الاشكاليه انت المستشرقون انت تفندهم في صفحه 20 بالبدايه. ما نفندهم بعضهم اسمح لي. انت من تقول انه هم اعتمدوا على الروايات انا كاتب لك السؤال بس دكتور رائد من تدخل قطع نزاع القوم. انت هنا اعطيك كارت احمر. اعطيك كارت احمر. خلينا نكمل اليوم اول شهر. اي يعني شلون والله يعني. نرجع انت هنا جنابك تقول المستشرقين من اخذوا بالاحاديث اخذوها على شكل باكج واحد وناقشوها، تمام ولا لا؟ ما استخدموا علم الدرايه اللي عندنا الموجود، تمام ولا لا؟ انت هنا شو تقول انت؟ وقع الباحث هنا في اشكاليه بجديه، فهو من باب ينتقد المستشرقون لتشكيكهم بالروايات السنه، ومن باب يعترف بما سطره المستشرقون بان الروايات بها تشكيك. فكيف يقارب لنا هذه الاشكاليه؟
اولا هم بعض، انا ذكرت بانهم بعض، باعتبار اكو بعض المستشرقين بانهم كانوا علميين في عمليه طرحهم وتناولهم للحديث، واستفادينا اصلا من طرحهم ومتناولهم للحديث، اصلا احنا استفادينا جدا من المستشرقين، لا يمكن هذا الشيء. بحكم انهم وظفوا الامور العقليه والامور اللي عندهم هم في مناهجهم، واستفادينا احنا من عندهم. انت ما موافق عليها هاي كلها، تنتقدها. بعضهم بس انت تنتقد الاغلب. الاغلب هو شغلي وياهم، انا شغلي باللي مأدينا من جيد. انا اصلا. طيب هو انا عندي سؤال. اي سؤال، ليش عمر منع التدوين؟ شنو السبب؟ اولا حتى لا يختلط عمليه حديث رسول الله مع القران، هذا اول كلام. وبعد؟ وهذا العذر الاول اللي كان. خب جيد، عذر مقبول. اي بعد؟ الموضوع الثاني اللي هو الدقيق يعني يعني ما نقدر نقول قدام خاف نسجل هذا الموضوع. لا انا راح اقوله، يعني انت حتى ما يسجلون مناقب على محمد، مو هيك تقصد؟ هذا هم سبب. بعد سبب ثالث، لعلمه بكثرة الكذابين. شوف من مات النبي ترك بدون غسل وبدون كفن، وتقريبا يعني بالمدونات السياسية العميقة ذكر من عندها قسم المرحوم جواد علي، قسم آخر موجودة في التاريخ، أنه حتى منع بعض أهل البيت منهم علي والعباس من الوصول إليه إلا ورا 3 أيام، وانشغلوا وين؟ بموضوع السلطة. لاحظ الموجود ذلك الوقت كلام للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، واضح وموجود في كل كتب التاريخ، أنه لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد. قرار سياسي صدر أنه لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، وهذا ما ثبت عليه. عمر مو بس خاف أن تختلط كذا، لا، كثرة ثلاث أسباب. السبب الأول حتى لا يختلط كلام الله مع كلام النبي، وهذا الاعتقاد بأن النبي غير مشرع وياي. 2 إخفاء تفاصيل الخاصة بولاية أهل البيت. 3 كثرة الكذابين في المدينة. القرآن صريح، القرآن لا يخاف مني ولا يخاف منك. عليكم السلام. القرآن لا يخاف مني ولا يخاف منك. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صبحكم الله بالخير دكتورة، أهلا وسهلا. جيد، يعني هو يعرف القرآن كل زين. أكو ناس مخه شوارب وراح ينقلبونه فعلا، هذا اللي صار. فهذا الموضوع من نجي احنا للروايات، عندنا علم اسمه علم الدراية، اللي موجود عند فقيه من الفقهاء معتمد عليه، ليس بالضرورة أن يعتمده فقيه آخر. ما اعتمده الإمام الخوئي رحمه الله في كتاباته، في مؤلفاته، وفي معجم رجال الحديث اللي هو يعتبر يعني فتح من فتوح علم الدراية وعلم الرجال، ليس بالضرورة أن يلتزم به الفقهاء الآخرون. شايف شلون؟ المستشرق مثله ترى خالد، مستشرق هم مثلنا، هم عنده منهجية. شايف شلون؟ هاي الإشكالية. الإشكالية الأخرى اللي وقعت بيها صفحة 46، صفحة 46. طلع بس تنتبه يمك انت. طلع. انت هنا جيت على نص وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فانت جيت لويت عنق النص حتى توائم ما بين القرآن والحديث. جيد، باعتبار انه الحديث وحي والقرآن وحي، هذا كلام القرآن، انت اللي قلته مو انا قلته. جيد، والدليل قام على ان هذا النص مختص بالقرآن لا يختص بالحديث، فقط بالقرآن. هذا الدليل. انت جايبه لاوي عنق النص، تقول فهو كالقرآن كريم من جهة ان الاثنين وحي الهي، يعني السنة مو وحي الهي، السنة مو وحي الهي. وين الدليل على وحيانية السنة؟ انتبه لي زين. نجد الآية 43 إلى 47 من سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. السورة 47 من سورة الكهف، واتل ما أوحي إليك. شايف شلون؟ فأنت هنا من لاوي عنق النص وجايبه وقايل أنه الحديث كالقرآن. الحديث مو كالقرآن. كم حديث متواتر عندنا بالروايات عن أهل البيت؟ لا بس كم حديث؟ بس جاوبني على كم حديث متواتر عندنا؟ قليل. ايش قد يعني؟ يعدون. الغدير والكساء مو؟ صح. صحيح لو غلط؟
والمباهله. يعني اذا نحسب ما يطلع عن 10 15، الباقي شنو؟ خبر احاد تفيد الظن. القرآن قطعي الصدور ظني الدلاله، والسنه شلون تنويهت؟ تقول هو الا وحي الله. تشبهت بالتشبيه خالد احنا ولد القريه وكل من يعرف خير، لا تخليني احكي بالقلم العريض. انت تيجي على مومن، انا مومن 25 سنه، لا يغرك القاط ورباط اللابسه. اول ما الكتاب كان معك وايد راح اليوم رجعت. شو اليوم رجعت؟ نسيت انا توني ذاب بالعمامه، ما صار لي 5 شو سنين. اليوم رجعت؟ ها مولانا غير مناقشات تمدح الرباط والقاط. لا هو انا لابس قاط ورباط وجديد توني مشتريهن. لا ترى بين العمامه على راسك. الله يحفظك. اي والله. اي تفضلوا شيخنا خدمتكم. لان انا كنت اتصور راح تسالني هذا السؤال. اسمعت بخدمتكم. انا شبهت بالقضيه باعتبار ان الرسول صلى الله عليه واله لا يختلف عليه الامام من حيث العصمه، وما يخرج بلا شك ما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اذا نريد نثبت القران، نثبت على عصمه القران انه لا يدخله شنو؟ وانت استفتحت موضوع العصمه وانا مسجله قدامي، راح اناقشك بيه هسه. كمل. كمل تفضل. لا تفضل. القران انا ذكرته باعتبار ان القران فيه معصوم، لا ياتي الباطل لا من امامه ولا من هو 7 قران نص. انا شبهت القران بحديث رسول الله من حيث انه اذا صدق العكس شبهت له القرآن بالحديث، لو الحديث بالقرآن. لا حديث بالقرآن يقول فهو كالقرآن كريم الكريم كالقرآن الكريم من جهة أن الاثنين وحي إلهي. كارثة هاي خالد ما يصير. عبارة إنشائية عاطفية. ما يصير حبيبي دكتور. ما يصير. احنا خالد حتى والدكتور أيضا نتفق على أمر منهجي إنه ما يصير أخذ ورد وعطاء على مسألة سؤال وجواب. جيد. راحة لك ولا موضوع العصمة، أنت تعتقد بأن النبي معصوم كليا، تمام؟ أنت قايل هذا الكلام. الآخرون يعتقدون بعصمة النبي الكلية مثلنا كإمامية. ناقش العصمة بعدين. هنا في صفحة 59 صار دكتور رائد بخدمتكم. الله ويرعاك. هي ليش يسموه نقاش علمي؟ نعم. حتى نطلع ما بين السطور. مو دكتور والوقت محدود. خدمتكم. أنا ما أتجاوز وقتي ودعتك. لا أبدا. شاك يعني. خدمتكم. من وقتنا لوقتك يا حبيبي. خدمتكم العفو. 59 نعم. وات مونتجمري جاء نص بالاجتهاد، ولقد قام وات عليكم السلام وات مونتجمري جيد عيني بتوضيح مفهوم الاجتهاد، مشيرا انه يشمل الجهد المبذول من قبل الفقهاء لاستنباط الاحكام الشرعيه من النصوص الدينيه، بالرغم من ان اجتهاد تعني جهود، الا انها استخدمت في هذه التفاسير من قبل الفرد ناقل عنه. انت تمام ولا لا؟ واوضح ان المراد من قفل باب الاجتهاد او غلق باب الاجتهاد ان الفقيه يجب ان يعمل بالتفسير السائد في مذهبه ومدرسته الفكريه، ولا ينبغي ان يبني حكمه على اجتهادات فرديه. هو الاجتهاد شنو؟ الاجتهاد شنو؟ جهد فردي، تمام ولا لا؟ سؤال، الفقيه من يجتهد النص اللي طلع الفتوى اللي يطلعها مين يجيبها؟ من الادله. شلون يسوي مقاربه بين الادله؟ عن طريق شنو؟ الاصول يعني قصدك عقل غير عقل يستخدم العقل. احنا عندنا العقل بالاصول اما كاشف او اماره. اما يستخدم على نحو الكاشفيه او يستخدم على نحو الاماره. اذا على نحو الكاشفيه هذا شغل الفقيه، انه يكشف له عن النص اللي يحدد من خلاله قواعد الفتوى. اما اذا كان اماره يعني ماكو نص وياي، فكلام مونتجمري كان صح. مجمل الفصل الاول، احنا كملنا الفصل الاول، يعني كانت محاولات نقديه جيده للهادي، شويه كان عندك حده بالكلام، وهذا مو اكاديمي، ما يصير. الانسان الاكاديمي لازم يكون اقل حده، لان هو راي اني احترمه حتى لو اختلف وياه. ما يخالف شويه تكون اقل حده، يعني تحتاج. دكتور اللي انا وجدتها كيفيه تعامل وين المستشرق كان عذر. انا وياك انت نسيت انه اطروحتي بالدكتوراه كانت صوره الاسلام المعتدل في الفكر السياسي الاستراتيجي الامريكي المعاصر. نسيت انه عندي سلام ورحمه الله، نسيت انه عندي فصلين عن الاستشراق وتاثيرهم. ننتقل للفصل الثاني صفحه 65. والله بخير. شلون صحتك؟ شلون عافيتك؟ صفحه
65. هنا يا أستاذ خالد كاتب أولا، طبعا كلامك أول شيء عن الماوردي هنا. أولا مفهوم الإمامة فتحتين الخلافة عند الماوردي. الخلافة والإمامة عند الماوردي واحدة؟ شلون بالله؟ هو يشير على أن الإمام والخلافة واحد، باعتبار أنه الخلافة شنو؟ الخلافة تنزيل يعني من الله سبحانه وتعالى، وهو العفو الخليفة يكون منصب يسوس الدين والدنيا، مو يقول، لكن هو يعني يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممنون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام؟ الإمام عند الإمام نفس الخلافة، لكن يذهب إلى أن الإمامة هي أساسها، هي سؤال أساسها للصلاة. شيخي أحسنتم السؤال. الإمامة في المذهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، الإمام صلاة. أحسنتم. الإمامة فرع له أصل؟ الإمام عندهم فرع. أحسنتم، يعني مو أصل. لا. إذا ما يتحدث هنا عن مفهوم الإمامة والخلافة، الإمامة تختلف عن الخلافة، فلازم تفرد الخلافة فقط، باعتبار أن الإمامة علما صغرى للصلاة. هو أنا مرتب هذا الموضوع، أنا جبتها مع بعض، بس أسستها بأن هي الإمامة أو الخلافة بمنظور حتى أميز بين الإمامة والخلافة، وراح تجي هذا الموضوع. ذهب الباحث إلى أن الدولة في صفحة 64 قبلها بوحدة بلي أن الدولة، إدارة المدينة أو الدولة ليست أساسا في النبوة، وإنما ضرورة تفرضها الوقائع. هاي قلت لك عليها بالبداية. ثم يقول أن الدولة والشريعة صنوان، وأن الخلافة أو الحكم والشرع واحد لا يتجزأ، وأن الخلافة تفويض إلهي. هاي بصفحة 65 تقول لا، فلا بد أن يكون الحاكم خليفة للنبي، وتكون كلمة الشرع فوق كلمته. وبقوله فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وأحاط به الملة وفوض إليه السياسة. هاي بالخلافة لو بالنبوة بالإمامة؟ ها والله يعني الخلافة تفويض إلهي؟ هو يقول، هو يقول، مو أنت غير تشرح لي. هو يقول وين كلامك أنت؟ نقدك وينه؟ أنقذ الماوردي بهذا الموضوع باعتبار أنه شنو؟ شيخنا أنت هنا تجي تقول أن السياسة بداية إدارة المشكلة ضرورة لا بد منها لا كأساس للنبوة، هذا أنا أيدك به. هذا كلامي أنا. أدري بكلامك أنت. بعدين تجي هنا تنقل نص. من تنقل النص إذا تتبنى اكتب أنا أتبنى، وإذا ما تبنى لي هنا وقع تناقض عندك ويا كلامك شيخ. أنا ما أتبنى الموضوع بس. خلاص قول ما أتبنى. أستاذ ما يخالف أنت تستعرضه غير تعطي رأيك يا شيخي. ها؟ ديما ينطي رأيه بالماوردي؟ لا مو يعني ينطي رأيه بالماوردي كشخص إمامي؟ لا مو إمامي الماوردي. لا مو إمامي شيخنا، لا دكتور. لا. مو إمامي. مو الماوردي إمامي باعتبار خالد، باعتباره بلي كباحث بالفكر الإمامي بلي. هذا رأيي. إيه بس ما يقدر يمشي دكتور. ليش؟ لأن عندهم تعرف بس آرائهم حتى اشوف مساله. هي هذا الفصل فصل استعراضي. واضح. إيه يعني هو الفصل الثالث والله واضح. حتى اشوف المستشرق شلون تناولهم. نعم. لهم كانت تتقاطع بهذا. واضح والله واضح. انا وياك واضح الكلام. اذا انقذ الماوردي انا وضحت انا ما هو انا بالبدايه. صفحه 75. معنا لا خدمك التوضيح على راحتكم. تقول هنا فعمد فقهاء السنة منهم بالخصوص إلى إضفاء الشرعية على المسار التاريخي، وذلك سعيا منهم في مواجهة الشيعة الذين رفضوا هذا المسار وحكموا ببطلانه، فكانت مؤسسة الخلافة هي التي تعمل على شرعية. صفحة 75 التاريخي. فربط الفقهاء بين الخلافة والشرعية ربطا وثيقا، ما يعني أن استمرار الخلافة تمثل استمرار الشريعة التي هي جوهر النظام السياسي الإسلامي. أنت هنا تقول بالأخير توظيف الأحداث التاريخية لاحقا كأصول شرعية، بس السنة سووا هذا الشيء. أحسنت ممتاز. أنا دا أستعرض الآن السنة. لا شيخنا هو الموضوع لا صورة عامة. لا يصير موضوعي لازم. لا هو هسه أنا موضوعي الآن بالسنة صح؟ من طرحت هذا الموضوع هو مجبور انا اجيب الشيعة اذكرهم بهذا الموضوع؟ مو مجبور. شلون ما مجبور؟ ليش؟ وين موضوعي؟ انا استعرض بس السنه. دكتور اذا تحب تطرحه كسؤال الى عام. هو قلت لك هل فقط هو فقط السنه. انا ما بدي اقع فيه كانه انا مو شغلي، حتى ليش اجيب الشيعة بالنص؟ يعني مو شغلك الان هذا. لا في هذا الوقت قد يكون استحضرها مع الكركي. لا الكركي لا. نجي الى صفحه 82.
لا ما يصير الموضوعيه هنا تقرا فول ما يصير. احنا الشيعه بالمناسبه، وانا اقول بدي اسجل راح انشر يوتيوب، الشيعه عندنا التاريخ تحول الى اصول ولا اعتقادات اضعاف ما تحول لدى السنه، باعتبار ان السنه لديهم العامل العقدي. هل هي في بالك السنه لديهم العامل العقدي مختص باشياء معينه، 1 2 3 توحيد نبوه معاد. احنا من دخلنا العدل ومن دخلنا الامامه راح نضطر انه نجيب قضايا استرداديه تاريخيه ونحولها الى اصول. هسه اقول لك وين، تفاصيل تأصيل الفكر السياسي بين الكركي والنائين. طبعا الكركي فقيه 82. الشيخ علي عبد العال الكركي فقيه. اذا ترجع الى طالبتي امال الزبيدي يتذكرها جناب دكتور احمد البطاط، اشتغلنا انا على رساله الماجستير قبل 4 أو 5 سنوات، كانت الرساله على تاثير علماء جبل عامل في بناء الدوله الصفويه. حلو. في ايران بني طالب اي انا مشرف عليه. ممتاز. اي كانت رساله يعني تشق الحائط. ممتاز. فجبنا الكركي استعرضناه وفلشناه، استعرضنا البهائي وفلشناه. اكو ادعاء واكو صدق بالقول وياي. نجي هنا الى موضوع الكركي فقيه، طبعا مو مفكر بالمناسبه. اي نعم. كركي فقيه، بس انت ماخذه من باب انه من المساهمين في تاسيس الدوله الصفويه، وهو من اسس لفكره ولايه الفقيه بالمعنى اللي نشوفه الان. متفقين ما مختلفين. جيد. سؤالي هنا في موضوع ان حضرتك متحدث عن العصمه ورفض الشيعه اقامه دوله او المشاركه في الدوله بناء على ما قاله علماءهم، الى ان جاء الشيخ الكركي وارسل رسالته الى طهماسب ومن ثم الى عباس صفوي، واصبح انت نائبي وخليفتي وانا نائب الامام. اول من نطق بهاي الكلمه. جرت بعدين العاده على انه الفقيه لدى الاماميه شنو؟ نائب الامام. هاي بالقرن العاشر ظهرت. في موضوع العصمه هنا تحدثت عنه، شايف شلون؟ حيث افضت الغيبه الى رفض الشيعه اقامه دوله او المشاركه بالمنظومه السياسيه خلال الغيبه، معتبرين ان اي سلطه اخرى ستكون غير شرعيه ان تفتقد صفتي العصمه والنص الالهي. وطبعا ناقشها الميرزا النائيني فيما بعد ونجي عليه، انا مناقشها حتى في كتابي. احنا كعقيده عندنا الامام المعصوم من ياجهه من اين تبتدأ عصمته؟ من هو بين الماء والطين؟ لو من يولد لو من يكلف بالامامه. كان مذهبنا عشان معصوم الامام من اول بلد. شو الشيخ المفيد يعرف هذا الكلام؟ اكو اكثر من رايكم، واللي يقول بانه العصمه عند الامام من عند التكليف. منو مؤسس الاصول بالمذهب؟ الشيخ المفيد رحمه الله، اللي احنا قاعدين بقاعته تمام لولا. تصحيح الاعتقادات شو يقول؟ ردا على الشيخ ابن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات، شيخ صدوق يقول ولا تتذكر، طلعت لكم الكتاب تصحيح الاعتقادات موجود بالدراسه، مو ضرر يتذكرون. يقول ولا تكتمل ولا يكتمل عقله، يعني يصير معصوم الا بعد تكليفه. هاي نجي هسه عليها بالوراثه بعدين. زين عندنا تتعارض مع موضوع اخر. ما ادري هو انا دا اسالك. جواد سلام الله عليه. دا اسالك. هو امام هو لم يكن لا تكليفه بالامامه مو تكليفه بسن التكليف. شلون حين يكلف بالامامه. الشيخ المفيد شنو الدفع اللي عنده على اعتبار شنو؟ يقول لك ما قبل الامامه ما قبل التكليف ليس بمعصوم، ويستدل الامامه هذا اللي قاعد يقول عليه. هو عندنا الامام المهدي في بعد اول من ولد هو كله يفهم الامام. لا مو هيك. شلون؟ الشيخ المفيد شنو قصده؟ لا قصد الامام المهدي. الامام المهدي يا سنه ولد؟ 255. بلي ابو عدل لو ميت كان؟ عدل. الاكتمال العقل مو بالعمر، بالتكليف بالامامه. وياي؟ يعني ما مهدي 6 سنوات، الامام الجواد 9 سنوات. يقول ولا يكتمل عقله الا عند تكليفه بالنص. هذا مؤسس المذهب. وياي؟ هذا كلامه كون يراجع. عندك مهمه هنا. صفحه 87. شرعيه الحاكم الفقيه، مناقشه في ولايه الفقيه. احنا شنو دليلنا على ولايه الفقيه؟ انت ذاكر هنا مقبوله عمر بن حنظله، موفق علم الدرايه، او في الرجال. هسه بالرجال احنا نعرف السند مضروب شرجي. زين.
السند مضروب شرجي بالدرايه بينك بين الله، نفس معصوم هذا؟ وانت طالب علم، مقبوله عمر بن حنظله؟ جاوبني، نفس معصوم؟ شلون انت طالب علم؟ تعرف نفس المعصوم بالحديث؟ انا اعرف طبعا. شلون حكى بالميتافيزيك نفس المعصوم. يعني هسه انت من تقرا الشقشقيه، تعرف هذا نفس علي بن ابي طالب لو ما تعرفه؟ لا دكتور، شنو هاي جديده، هذا ممكن هذا فيزيولوجي، هذا النوت لا دقيقه، احنا طلبه احنا جديده عليك مو علي. لا عفوا دكتور، اكيدا يعني انا ادري هي هاي الرساله قدحه من قدحات كلام. العفو، لا العفو واضح، انا واضحه عندي والله. بس موضوع الولايه، موضوع ولايه الفقيه، احنا عندنا حديث. وبعدين يجي الميرزا النائيني رحمه الله تعالى. الميرزا النائيني في كتابه تنبيه الامه وتنزيه المله يقول: اني ما عندي دليل على قيام الولايه للفقيه. وهذا انا شارحه بكتابي اللي انت معتمده ومشكور جدا باعتمادك له. وظفته بني موظف. بس هذا كلام الكركي هيك صح. الكركي شو يقول؟ ولايه الفقيه عند الكركي مستمده من جانب سياسي. لذلك احنا من نجي على الكركي ما راح تعاملته كفقيه، انا عاملته كسياسي. الكركي او الكركي حسب كرك نوح او كرك نوح حسب اللفظ. شلون الغزالي والغزالي خلاف. هنا الكركي او الكركي انت حاسبته وعاملته كفقيه، تمام لو لا؟ لا مو كله فقيه ودعتك خالد. انا نقلت الدكتور اسمح لي، انا اسست له على اصلت على انه فقيه وانتقل الى مرحله الفقه السياسي. خلاص اذا يحاكم. هو الدكتور العفو شنو قصده؟ تحاكم مرة. قصده انه انت وجهه نظرك في داخله مثل ما نقول نفس الدكتور نفس حلوه. يعني انه انت قرات الكركي بنفس مقدس. هذا خطا. يعني نزعه التقديس للفقيه اذكرك منظومه كلها. من رخصه اخوي الدكتور رائع، اذكرك بالدروس الاولى بالاتجاهات السياسيه درسنا لكم اياها. ايش قلت لكم؟ نزع القداسه شيء يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى الموضوعيه. نزع القداسه يؤدي الى الموضوعيه. الميرزا النائيني في كتابه وانت شاير له هنا شو يقول؟ يقول يابا ترى اني سبب عدم تأييدي لهذه الاطروحه لان اني اعرف الموضوع شنو وين يوصل. فلذلك ما عندي مجال. وين رحت؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار، رحت لمن؟ للشورى. حتى الشورى ما عنده دليل عليه، ولا اني قام عندي الدليل شخصيا. انا كطالب علم لا قام عندي الدليل على الشورى، ولا قام عندي الدليل على شنو؟ على ولايه الفقيه. اصلا انا ما قايم عندي دليل على وجود دوله بالاسلام، وانما الامر علما الى الناس. لذلك بني محمد باقر الصدر الله يرحمه من انحصر هيك احكيها بزاويه صفن. اول شيء كان من القائلين بالشورى، هو في مؤلفاته الاولى في بواكير تفكيره. بعدين انتقل من الشورى علما الى الولايه. بعدين من انحصر في جانب بعيد جدا وزاويه بعيده، شاف انه نظره ماكو دليل. ايش طلع نظريه خلافه الامه وشهاده الانبياء. ولايه الامه وشهاده الانبياء. ولايه الامه على نفسها موجود لها نص بالقران. ناقشت انت بالخلافه، لان هنا الخلافه احنا عندنا اذا اخذنا الخلافه كعنوان موضوعي فكنا القاعدين احنا شنو؟ خلفاء، وهو الصحيح. واذا اخذناه بمنظور شخصي انتقائي توقف عندنا هواي امور. اولها العدل توقف عندنا، فكون الناقشه. لذلك اغلب المفسرين وين يذهبون؟ الى انه الاستخلاف نوعي وليس شخصي. ومنهم المرحوم محمد باقر الصدر، ومنهم المرحوم الطباطبائي. شايفين شلون؟ عفوا. يعني حقيقة مجمل الفصل الثاني يعني حقيقة كان عرض جيد. عندي موضوع النائيني. انت قلت انه النائيني متأثر بالكواكبي. صحيح، مو بس بالكواكب النائيني متأثر. اكو نقطة عند الميرزا النائيني من درست حياته درست شخصيته وحللت كتابه اللي أنا بنظريتي شخصيا أعتبر أهم الكتب التي كتبت في الفلسفة السياسية على مدى كل تاريخ الشيعة، لما فيه من عمق. تنبيه الأمة وتنزيه الملة.
وياي؟ الميرزا النائيني هنا شي يناقش موضوعين. دكتور 39 دقيقة يعني بعد 5 دقائق 6 دقائق كملت ما عندي شيء. ربي يحفظك. هسه كمل. ومني لا هي كملت. لا شكرا. هي على وقت يعني انا مشاغل الفيديو. ربي يحفظك. الله يسلمك. الميرزا النائيني عنده مشكلة. كيفية توظيف النصوص لخلق دولة. مين يجيب نص؟ كالمستجير يقول من الرمضاء بالنار. تمام لو لا؟ لذلك شو اقترح الهيكلية مال الدولة، واقترح مجلس النواب ومجلس المبعوثان، واقترح وجود مجموعة من العلماء حتى يساهمون بوضع بعض الشغلات. تعرف اكو تفاصيل الناس يعني مو كلها تقبل تروح للمحاكم المدنية. اكو ناس ما تقبل، تقول لك انا شيعي امامي اريد القاضي الجعفري هو اللي يحكم لي. واي ناس حتى كانت عندنا بالملكية احنا المحاكم الجعفرية محاكم خاصة وبيها فقه خاص مالتها. من جاء عبد الكريم قاسم 59 لغاه طلع قانون الاحوال الشخصيه ولغى كل المحاكم. هسه بدات ترجع باعتبار اكو ناس تقول لك انا ما اقبل، انا سني حنفي الا حنفي، مو بس احنا الشيعة، انا سني شافعي الا شافعي، ما يقبلون. خصوصا ذول اللي بالقرى وبالارياف البعيده، هذا بكبيسه وبعانه وبغير مكانه هذا ما يقبل، يريد له قاضي. يقول لك شنو انا طبعا هذا شو عرفت بيه. فالميرزا النائيني من هالباب شلون يوظف النص؟ مين يجيب؟ فالتجأ الى هذا الموضوع اللي هو يا موضوع الأخذ من الآخر. جدا واضح مونتسكيو وجدا واضح روسو بكتاباته، جدا واضح. هذا مو عيب، هو يقوله في بداية كتابه أنه احنا اطلعنا على ما كتبته الأمم الأخرى وخطته بيدها وإلى آخره. هذا بالي أحسنتم، مو عيب هذا أبدا، مو عيب أن يقرأ. هي المشكلة وين؟ المشكلة أنه أجبر على سحب الكتاب حينما تصدى إلى المرجعية، باعتبار أن النجف كمدرسة تعيب السياسة إلى الآن تعيب السياسة، وزيدك من الشعر بيت تعيب الفلسفة أيضا. نعم. الفصل الثاني مجملة جيد وموفق بعرضك. الفصل الثالث والأخير أنا أشكرك على الجداول اللي مسويها الملاحق، هذه مهمة جدا كلش عجبتني. يعني الملاحق حقيقة جدا لطيفة. دكتور عاشت ايدكم. يعني أنا هذه وايد مادي دكتور رائد ودكتور همام، أنا هذا الموضوع كلش عجبني. موضوع عليكم السلام دكتور. موضوع الملاحق وموضوع لا والله أنا ما عجبني. لا بالعكس أنا عجبني يعني هذا مصادر بالي. هو لا ما انت بس العفو دكتور لا تفهم وجهة نظري. أهلا دكتور محمد عليكم السلام. الفكرة وين؟ الفكرة بالجداول مو بمسألة المصادر. بلي مصادر مهمة بس هو كتنظيم للجدول لطيفة، شيء عجبني يعني. والله إن شاء الله بخدمتكم بعد. صبحكم الله بالخير دكتور. بالنقاش هو يعني بلي انتم بالمبحث الثاني الإمامة بين الدين والتوظيف السياسي. زين عيني. انت في وجهة نظرك يا شيخ خالد، بوجهة نظرك هسه جايك الإمامة بين الدين والتوظيف، المبحث الثاني سجله هنا بس ادور. أنا أعوف ابن خلدون، يعني ابن خلدون أنت مناقشة مناقشة مستفيضة، وأترك أشياء لأساتذتي وزملائي. لا عفوا. صفحة 157. المحور الثاني مشروعية طاعة الفقيه الحاكم. تقدر تعطينا وجهة نظرك بهذا الموضوع بعيدا عن اللي كاتبه؟ يعني استعرضوا هذا الموضوع ان ماكو اي مشكله ومستوفي الموضوع وكلش جيد. انا اريد وجهة نظرك انت كباحث. موضوع مشروعية طاعة الفقيه الحاكم. طاعة الفقيه للحاكم باعتبار انه الفقيه يفوض الحاكم. مين؟ لا الفقيه الحاكم. يعني لما نجي مع السلطتين. الفقيه الحاكم مين جت الطاعة مالته؟ الطاعة تجي عن طريق نائبية الإمام. ها؟ اللي قال بها الكركي. مقتنع بها؟
بينك بين الله يعني شو قصدك؟ مقتنع بالنيابة؟ تبغى توجه الايديولوجي مثلا؟ ما أعرف. اذا توجه الايديولوجي النفسيه موضوع ثاني، بس الايديولوجي طبعا انا مقتنع. أنسف الكياب دقيقتين هسه. دكتور تريد يخالف عقيدته مثلا؟ يعني شلون يعني يطلع من هم نسيت نقول له بحثيا اكاديميا يعني. نسيت النسف اللي نسفته موجود مسجل على اليوتيوب ونازل تدري على اللقب ولا اقول له يعني انت مقتنع بالكركي انه نائب الامام؟ الكركي ما مقتنع به بس الموضوع نائبيته وعدم نائبيته الموضوع. لا هو الكل طاعة انت كتبت خالد من لسانك ودينك مشروعية طاعة الحاكم الفقيه. من جبت المشروعية؟ المحور الثاني اعطيني مشروعية، لا تقول لي الكركي او الكركي. يصير يدافع عنها عندنا امكانيه ندافع عنها ونظل نستفيد خو عندي امكانية فلش الكياب 5 دقائق انا. دكتور انت تفلشها بنظر لا مو بنظري مو بنظري هو غير تبنى احنا غير نحن ابناء الدليل اينما ما لنا مين. وين كل الدليل؟ المباني الفقهيه هي متبنيات، يعني وجهه نظر الفقيه الفلاني شنو متبنيات. شكرا هو هذا كافي. هذا جواب كافي هذا كافي. تقابل النظر. اذا لا طاعة لهم ما دام متبنياته مو نص الهي. لا ليش مساله ظنيه حتى اذا كانت هي المفروض الفقيه كل مواضعه ظنيه واحنا قاعد نضيعها. يعني بالامور الشرعيه ظنيه هو كافي. هذا كل شيء. جاوبتني شكرا. اسمح لي جاوبتني والله شكرا. داقب لي ليش داقب لي؟ اوقف لك يعني. العفو دكتور. احنا عندنا نظريه الفقيه الان هي ظنيه لو قطعيه. كلها ظنيه طبعا. هو جيد. طاعتي للفقيه الان بمسائل الشرعيه المتعلقه بعلاقتي مع الله. زين ظنية وطاعتك لوالدك ظنيه لو قطعيه؟ تريد تلوف عليه شو بس هاي جواب. بدي اسالك سؤال جاوبني. ليش تجاوبني. طاعتك لوالدك ظنيه لو قطعيه؟ لا قطعيه. تدخلاتك تسطح العقل اللي عندنا، بس احنا الان ما نخليك بهذا الموضوع ان شاء الله. هسه سؤال. انت خلقت من عندنا طلاب مرحله استاذيه. الله يحفظك ان شاء الله. واحنا وياك انا بخدمتكم. ونقدر ان نصدم هذا العقل. وانا مثل الفخر رازي اذا مشي يشبروني بالبحر ما صدق. طاعة ابوك قطعيه، طاعة الفقيه ظنيه. انا هذا كلامي. المهم المبحث الثالث يا سماحة الشيخ ونخلص من الموضوع كله بعد ما عندي شيء. الامه ودورها في النظام السياسي. هذا وضعي. هذا جدا هذا اني اصفق لك عليه وعاشت ايدك. بس شنو هاي بس شغله صغيره. هو انت مين جبت دور الامه؟ شنو دليلك عليه؟ عقلي لو نقلي؟ وجهه نظري. عقلي لو نقلي؟ بس قول لي الكلمه السحريه حتى اقول لك كامل كملت. احسنت شكرا جزيلا. لا يسعني في نهاية المناقشة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء والأخوة الحضور وإلى الباحث لسعة صدره على تقبل الملاحظات التي تقدمنا بها، سائلا الله تعالى أن يكتب له التوفيق في قابل أيامه كلها. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.